اللي بعد من جانب بوسكيتس. مودريتش تسديده صدمت في الدفاع وتحولت بعد ذلك الى ادواردو كامافينجا. كامافينجا بعوده الى داني كارفاخال. دقائق صعبه في هذه المباراه. لمسه تصل على جهه اليمين لمصلحه ريال مدريد. ميليتاو المتقدم توني كروس الى كامافينجا. بارع جدا في الربط بين الخطوط هذا كامافينجا. التحركات الذكيه بدون كره. اللمسه لفينيسيوس مع اراوخو. فينيو يحاول يمر على جهه اليسار بكره عرضيه خطيره لكنها اقرب الى تير شتيجن. سهله اللقطه الاخيره في يد مارك اندري تير شتيجن. ربع ساعه اولى في احداث هذا الكلاسيكو. ذهاب نصف نهائي الكوبا ديل ري في البرنابيو. ريال مدريد يحب استغلال الظروف اللي لصالحه في ظل غيابات برشلونه وعاملي الارض والجمهور لحسم هذه الموقعه والحصول على نتيجه جيده في مباراه الذهاب. البارسا يريد الخروج بافضل نتيجه ممكنه. هذه لمسه على اليسار حلوه باتجاه ناتشو. ناتشو داخل منطقه الجزاء. ناتشو يحاول يمر امام رامينيا ورامينيا في التغطيه والابعاد. تحولت بعد ذلك الكره الى ركنيه لمصلحه ريال مدريد. تقريبا لم لوكا مودريتش. محاوله مدريديه. مودريتش القائم الاول تحضير الراس لكن الابعاد الى ركنيه اخرى لمصلحه الريال. 36 كلاسيكو على مستوى الكوبا ديل ري. 12 ريال مدريد، 16 فوز برشلونه، 8 تعادلات. الهداف التاريخي للكلاسيكو على مستوى الكاس سانتياغو برنابيو جوزيف ساميتور. ليو كرة عرضية خطيرة لكن الابعاد تاريخيا على مستوى الكلاسيكو في مختلف المسابقات ومختلف البطولات. ليونيل ميسي الاكثر تسجيلا ب 26 هدف. كريستيانو ب 18 هدف مع الفريدو دي ستيفانو. تاريخيا على مستوى اكبر ولكن على الدفاع. الابعاد هذه المرة من جانب كوندي. لمسة للوراء. توني كروس اقرب لمصلحة كوندي. المرتدات للبارسا. التحرك من جانب رامينيا. البينية لفيران توريس. تدخل في هذه اللقطة. الحكم لا يشير الى شيء. اللاعب يستمر لمصلحة البلانكوس في هذا الملعب ضد اتلتيكو في الديربي على مستوى الليغا. البارسا خسارة في اولد ترافورد وخسارة أخرى لم تكن متوقعة في الفوز الأول على برشلونة تاريخيا في ملعب بهدف مقابل لا شيء. بوسكيتس طويلة باتجاه ديونج. تغطية من جانب روديجر. يستعيدها مرة أخرى. بوسكيتس للبارسا. 46 كلاسيكو في تاريخ بوسكيتس. الأكثر على الإطلاق في 45 كلاسيكو. 10 هزيمة و8 مباريات انتهت بالتعادل. حلوة من جانب رامينيا. رامينيا إلى فيران توريس لديونج. البارسا في الهجوم. مرة ديونج عدى ديونج يحافظ على كرته بعودة للوراء. كرات بين عناصر برشلونة. الاستحواذ اللي يبحث عنه برشلونة. شتيجن. اراوخو. فينيسيوس بعد الكرة بعد ذلك تحولت إلى رمية جانبية لمصلحة برشلونة. بما يعرف في اسمحوا لي القول تشافي الطفل المعجزة كما كان يلقب مايكل اوين عندما ولد في ليفربول. بالبداية كرة القدم يظهر لك شخصيته ومهاراته ومستواه العالي والتأكيد على ذلك ضد الريال بالذات في كلاسيكو السوبر والتألق في الرياض والحصول على تلك الكأس للبلوغرانا. محاولة من جانب الونسو بكرة طويلة أمامية خطيرة. فرصة لمصلحة برشلونة لكن الدفاع تدخل عن طريق فالفيردي. لمسة وتمريرة إلى فالفيردي. رامينيا وكريم بنزيما. بنزيما يستعيد الكرة بناء الهجمة. لوكا مودريتش يحاول البحث عن التمريرة صعبة وضغط عالي من جانب بوسكيتس. يكسب الكرة. برشلونة بدأ يتنفس تقريبا في الكلاسيكو الآن ويظهر الآن بعض سمات شخصيته في السيطرة على اللعب وفي محاولة لمسة تصل إلى كريم بنزيما. ضغط وبعد ذلك عودة ليمين إلى داني كارفاخال. فالفيردي. فيدريكو يحاول أن يمر يحافظ على كرته. الأوروغواياني بلمسة إلى داني. تمريرة الرديدة. فالفيردي بكرة عرضية خطيرة لكن الدفاع تدخل بروعة أيضا من جانب كوندي.
المستوى البدني في هذه المباراة. كرة فيها تغطية من أمام فرانكي ديونغ، صراع كبير، وبعد ذلك كامافينجا خطأ حسب الحكم. انذار أول، نعم انذار أول على فينيسيوس. بطاقة صفراء تجعل سانتياغو برنابيو يغلي، وبردة فعل قوية من جانب جماهير ريال مدريد على قرار الحكم بإخراج الإنذار في هذه اللقطة على فينيسيوس جونيور. هذه الكرة، هذا الاحتكاك، هذا التصرف كان إنذارا مستحقا على فينيسيوس جونيور. ربما في هذه الكرة شوفها مرة أخرى، الشد بقوة، وبعد ذلك إسقاط ديونغ في هذه اللقطة في هذه الصورة، ولكن ديونغ أيضا احتفل ردة الفعل بسخرية كبيرة من جانب بيري، وردة فعل كانت كبيرة لجماهير برنابيو على قرار الحكم، ولكن هي خلفيات ما كان يحدث لفينيسيوس طيلة الأيام الماضية من بعض التصرفات ومن بعض الضغوطات الكبيرة. يعني أن الجماهير برنابيو تدعم فينيسيوس بدرجة كبيرة ضد كل هذا، وتأمل في أن يتجاوز كل ما يحدث له في كرة القدم الإسبانية في ملعب إسبانيا. اللقطة اللي كانت على فينيسيوس، وين كان في احتكاك وتدخل بنزيما وحكم المباراة بينما كرة خطيرة لمصلحة كاسم، وفرصة وكرة تسلل على برشلونة، تسلل فرانكي سيم، هدف يلغيه الحكم بداعي التسلل. إذن في لقطة كانت خطيرة للبارسا، نشوفها في الإعادة، المخرج كان معنا في لقطة فينيسيوس، شوفها مرة أخرى، الكرة اللي كانت لمصلحة كيسيل الذي احتسب عليه حكم مباراة تسلل. لقطة فيها ربما بعض الجدل، تشوفها في الإعادة وتشوفها في غرفة الفيديو، ما إذا كان فرانكي سي متسللا أم لا. يحتاج على قرار الحكم، مش عارف إذا كان المباراة دخلت في معترك صعب على لويس مونويرا مونتيرو في هذه الدقائق. سننتظر بعد 25 دقيقة لعب في الكلاسيكو. الحكم احتسب التسلل، ولكن لا زال يراجع القرار مع مساعديه خوسيه لويس غونزاليز في غرفة الفيديو للتأكد من وضعية فرانكي سي في هذه اللقطة، ما إذا كان متسللا أم لا. حكم المباراة نعم يحتسب هدف لبرشلونة، 1-0 فرانكي سي، الهدف الأول للبارسا بعد العودة إلى الفيديو. غفلة من دفاع ريال مدريد، عمل كبير من الإيبواري، وهدف أول لفريق جافي. البارسا يسجل هدفه الأول في برنابيو في بطولته المؤهلة. فرانكي سي كرة بعد حب الانتصار على ريال مدريد. برنابيو يفقد أعصابه، وهذا ينعكس بطبيعة الحال على أداء لاعب ريال مدريد. كرة أمامية، محاولة خطيرة للوكا مودريتش، ولكن التغطية بروعة كبيرة من جانب كوندي في اللحظة الأخيرة. تعود الكرة، يلعب بالنار، كان بوسكيتس حلوة لمساعدة كامافينجا، ولكن خطأ احتسب حكم المباراة. ولن يهدأ ولن يرتاح جماهير برنابيو إلا بعد إخراج البطاقات. هذا ما يفعل المشجعون، وهذا ما يطالب به كارلو أنشيلوتي. وهذه اللقطة التي كان الحكم تحت ضغط رهيب لأجل إخراج البطاقة الصفراء على جافي ولمصلحة الموهبة الفرنسية الأخرى في مباراة الليلة وهو كامافينجا. أبتا في مكان خطير لمصلحة توني كروس. الفرصة للميرينجي بعد 30 دقيقة لعب في أحداث الكلاسيكو. توني بكرة عرضية خطيرة، لكن ألونسو يبعدها، تصل إلى كريم، لا زالت خطيرة. بنزيما يحاول داخل منطقة الجزاء، كريم بكرة عرضية صدمت في الدفاع، وعادت بعد ذلك إلى فينيسيوس، لمسة وتمريرة إلى بنزيما مر، وبعد ذلك إلى فيني عرضية أقرب إلى مارك تير شتيجن بروعة كبيرة. مارك تير شتيجن الخبرة الكاتش، يوصل كرة ناتشو لكريم، مرة كريم، عدى كريم، والكرة اللي على اليمين إلى مصلحة فالفيردي، وتمرير المين كوندي، وبعد ذلك إبعاد على مرتين. أي كرة، أي فرصة، أي خطورة، أي لعبة، أي محاولة. مدريد يكشر على ريال، أحد اللاعبين على الكلاسيكو لا ينتظر المدريد
ذلك لناتشو. تعليمات جافي في هذه الرمى الفيردي، يحافظ على كرة امام اكثر من لاعب. برو عمر طويل الكرة باتجاه كريم، لكن التغطية بالجانبية. اراوخو، بوسكيتس، الونسو على الجهة اليسرى لمصلحة بالدي من برشلونة. لمسات تمريرات بين عناصر برشلونة، مرت امام رافينيا من الطفل المعجزة، خطيرة للغاية، جميلة للغاية. ديونج يا جماعة، ديونج فرانكي بوسكيتس خطيرة لمصلحة برشلونة، ولكن التمريرة يقرأها مودريتش، يفتكر لمصلحة داني كارفاخال. تمريرة الرد، كرات بين عناصر ريال مدريد. كافينجا بكرة حلوة خطيرة لكريم بنزيما بالكعب، لكن الدفاع يتألق. اراوخو مرة أخرى، اراوخو ثانية وثالثة ورابعة وخامسة في دفاع برشلونة. خطأ على جانب لمصلحة ميليتاو، خطأ لمصلحة ميليتاو على جافي. شوفوا مرة أخرى الاحتكاك اللي تم، من تمريرة يا توني يا ابو 10 عيون، يا توني كروس. اجمل هدية انت وضميرك يا كارفاخال، انت وضميرك يا داني. ولكن داني يثبت في هذه اللقطة انه لم يعد داني زيدان، لم يعد داني اللي روض دوري ابطال اوروبا في الجهة اليمنى لريال مدريد لسنوات. داني يفتقد للتركيز في اجزاء مهمة من المباراة. الكروية الحلوة، التمريرة من مودريتش. ميليتاو على جهة اليمين لمصلحة ميليتاو في الجبهة اليمنى، يبحث عن المرور، ولكن التغطية. وبعد ذلك كرة عرضية تبعد من جانب الدفاع، بدا انها خرجت الى رمية جانبية لمصلحة ريال مدريد. جونيور يحاول بحث عن حلول لمدريد. لمسة من توني، كروس الى ناتشو بكرة عرضية خطيرة داخل منطقة تير شتيجن بمبدأ الامان بقبضة اليد الحديدية. فالفيردي بتسديدة لكنها سهلة في يد الحارس الالماني اللي يعطي الكاب. اللمسة لمصلحة تير شتيجن. طبعا في هذه الكأس لا يوجد افضلية الهدف المسجل من محاولة عن طريق العمق. جونيور يكسب الخطأ، رافينيا يحصل على الانذار. تدخل من جانب زميله في منتخب البرازيل وهو رافينيا. تدخل كان واضح امام حكم المباراة، بالتالي بطاقة صفراء الاولى على من المدريدية. كامافينجا مرة اخرى يبحث عن الحدث الكلاسيكو. بارسا 1 مدريد لا شيء في برنابيو. الكرة للوكا مودريتش على الجهة اليمنى، لوكا الى داني كارفاخال، هتبة لفالفيردي خطيرة، ولكن التمريرة يقرأها بروعة كبيرة دفاع برشلونة الونسو وبوسكيتس. وبعد ذلك لمصلحة توريس ضيع الكرة، عادت الى مودريتش في الثواني الاخيرة على نهاية شوط اول ممتع في بعض فتراته، مثير في بعض اوقاته. سجل البارسا هدفا يحافظ عليه، وحاول ريال مدريد بدون نجاح في 45 أو 46 إلى 47 دقيقة في شوط أول من أحداث ذهاب نصف نهائي الكوبا ديل ري كأس ملك إسبانيا. بين هذه النتيجة بهذا التقدم لبرشلونة